ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. الفاتحة. ناظما من النسب الشريف عقدا تتحلى المسامع بحلاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره روحا وجسدا فإذا وضعتي فسميه محمدا فإنه ستحمد عقباه. عطر اللهم روضه الشريف سلم وبارك عليه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، فمكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه. حضر أمه ليلة مولده الشريف آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، فجاء المخاض فوضعته صلى الله عليه وسلم لعين كل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى وفي الحرم. صل وسلم بك خير الخلق على القبة وقل لها يما أنا بحبك يا مغرب للقبة وقل لها يمتى أوصل أنا قربك يمتى أوصل أنا بقربك. صحوتي لو بالمنام صحوتي لو بالمنام يا مغرب يا حمام وبعد الجنة سلام يا مغرب يا حمام وبعد على رفينا والمدينة رفينا والمدينة فيها مصباح فيها مصباح. يمتى
فلا شيء فيها إطعام الطعام والشراب ومدحه صلى الله عليه وسلم، بل مدحه عليه الصلاة والسلام سنة تقريرية أقرها روحي له الفداء، مدحه الصحابة بين يديه وأقرهم على ذلك. فمن يمدح النبي ويقول لك حرام أو بدعة قل له أنت تعطيني دليل على التحريم. مدح النبي سنة تقريرية سنها رسول الله، كيف نعطل سنة السنة؟ يعني الحسان منبر في المسجد يمدحه صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا. إن من يحرم المولد النبوي عليه هو أن يأتي بالدليل، لأن الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة، ما لم يرد نص على تحريمها. إنما يقول لو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله وأبو بكر رضي الله عنه صحابة النبي وعمر وعثمان وعلي الصحابة الكرام، نقول له لو كان خيرا في نواقض الإسلام ونواقض لا إله إلا الله لسبقونا إليه. نواقض الإسلام ولا إله إلا الله التي كتبها من كتبها سفكت دماء المسلمين، خرجت ثلثي المسلمين من أهل القبلة من الإسلام بدون ذنب، ذبحوا وأريقت دماءهم في الطائف وغيرها وفي مكة. إن من يثير أن اليوم الذي تحتفلون فيه هو نفسه اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، فهذا قول مردود. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح إن خير أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه تقوم الساعة. لو ماكو فرح ما كان صار عندنا عيد المسلمين يوم الجمعة، كان صار فرحة كل جمعة نحزن على هذا. من البداية قاعد نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم. متى نحتفل بوفاته؟ مولده نحن نبوته ورسالته لن ولن تنقطع إلى قيام الساعة. الأنبياء والكل الأمم تلوذ بجنابه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، فهو الشافع المشفع وحده الفداء. رأى ابن عباس رضي الله عنه
النبي عليه الصلاة والسلام أخاه أبو لهب، والقصة والرؤية في البخاري أن أبا لهب سأله، أن أبا لهب نعم سأله عن حالي قال يخفف عني كل يوم اثنين لفرحي بابن أخي محمد. فأبو لهب قرآن أنزل بحقه يذمه ويتعبد بتلاوته إلى قيام الساعة، تمام ولا لا؟ الله أنزل القرآن لكن خفف عنه لفرحه بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بالعبد الذي يقول لا إله إلا الله ويفرح بسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيره كثير. أخيرا أظن إبليس في يوم ولادة النبي عليه الصلاة والسلام رنة الأمر وحزن، وإننا نرى الغير اليوم يرنون آلاف الرنات في يوم مولده صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لي ولكم إخواني، لكي عندما نسمع أناس أغرر بهم لا تعرفوا قدر الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نفهمهم وأن نبصرهم وأن نعلمهم الحق، فالحق حق يتبع. أعتذر من الجميع على إطالتي، بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء. نسأل الله أن يجاهد بكم ورسوله صلى الله عليه وسلم.